السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم اللي بينزل فيديوهات كل شهر. فقررت قدامكم اهو ان هينزل فيديو كل جمعة الساعة 8. لو ده ما حصلش خش على الانستجرام واشتمني، بس ما تنساش تعمل فولو، عشان لو لقيتك مش عامل فولو ودخلت شتمتني يومك مش هيعدي. فيديو النهارده بقى عن قدوة الشباب دكتور مكاوي. طبعا انت لو ما تعرفوش فانا احييك، ايوه انت عملت حاجة صح في حياتك. وفي الفيديو بقى عشان اخلاقك ما تبصش، فتعالوا نشوف ايه اللي بيحصل. اول حاجه عنده 1,200,000 فولور و9 مليون لايك. مينز لايف ستايل فاشن كونتنت كريتور دبي، للاعلانات والتدريب والمنتجات. معرفش بقى اللينك ده بيودي على ايه، انا بخاف من الحاجات دي اصلا. جامد. طبعا احنا عارفين العربيه جايبها ازاي، حتى باين من الكومنتات عنده يعني يلا عشان صاحب العربيه عاوزها. فين صاحب العربيه؟ هو انت ليه لابس ساعتين؟ ايه ده، انا مخدتش بالي، ده بجد لابس ساعتين. الله اعلم، ممكن يكون طريقه جديده بيفليكس بيها علينا، ساعه في ايده اليمين وساعه في ايده الشمال. خلاص يا عم والله ده انت معاك فلوس جدا. فيديو تاني بقى من فيديوهاته. شايف الجراج اللي ورايا ده يا شريف؟ فاضي، انت جايب جراج فاضي حرفيا. النهارده يوم الاربعاء الساعه 9 الصبح، الجراج زي ما انت شايف فاضي. دول موظفين شغالين من 9 ل 5، بس في كورنر في كل بنايه كده انا بسميه كورنر الوحوش. تعال اوريك عربيات ضرب نار. الفا روميو، اس كلاس، موديل الفا روميو، بورشه كايمن، جاكوار اف تايب. عندي مشكلة بس، انت ليه عاوج لسانك؟ مكاوي بيحكم على الموظفين من عربياتهم يا جدعان. دي اغرب حاجة بجد شفتها لحد دلوقتي. What color is your Bugatti? 9 ل 5 دول شغالين لحسابهم. دور على كورنر الوحوش في كل بنايه، هتعرف انت ماشي صح ولا غلط. شغلانه 9 ل 5 مش هتجيب لك عربيات من دي ولا هتقعدك في كورنر من ده، لازم تصحصح فوق. يعني انا بجد بعد الفيديو ده هكرييت ماي اون بيزنس. هصحى كل يوم هدفي ان انا اجيب عربيه واركنها جنب مكاوي. طبعا اي حد بيشتغل من 9 ل 5، انت ازاي عامل في نفسك كده بجد؟ مش هتعرف توصل لحاجه طالما انت بتشتغل من 9 ل 5. بص الكومنتات عامله ازاي، يلا عشان العربيه صاحبها عايزها. عربيات بابي. طب لو انا صاحب الجراج مثلا، الفلوس دي انا عاوزه بس شقه انا وعيالي ب40,000 دولار، مش لاقياها. الدنيا غريبه فعلا، ملكة الفقراء. وفي ناس مصدقه مكاوي اصلا. مكاوي انا جبت 80% في الثانويه العامه ومش عارف المجموع ده هيوديني فين. اسمع مني، جبت 70 جبت 80 جبت 90 مش مهم. طب انت ليه بقى مش حاطط اللي جاب 60؟ انا واحد كنت جايب 98 دخلت هندسه قفلتها ما عملتش حاجه بيها في الاخر. انا اشتغلت 6 شغلانات من غير ما اطلع الشهاده. الموضوع في الاخر بيحتاج حاجتين، نصاحه وواسطه. طبعا جنب توفيق ربنا. معاك واحده من الاثنين هتسلك، معاك الاثنين هتبقى طيار. واعرف ناس جابوا 70% معاهم واسطه بقوا طيارين دلوقتي. طب واللي جاب 60 طيب؟ المجموع اللي انت جبته خش الكليه اللي هتجيبك وخلاص. هنطلع بره نسلك. شغل الثانويه العامه ده بيفهمونا من زمان انه ليه لازمه، بس الحياه الواقعيه غير كده خالص. احنا في 2023 الناس بتجيب فلوس من النت صعصع. اهم حاجه القيم، المبادئ، الاخلاق. طبعا انت هتقول لي أنا متجوز ومخلف 4. كده انت بتقبض كام؟ بقبض 7,000 جنيه. طول ما طب ليه؟ انت فقير انت مش قد العيال. طول ما انت فقير ما ينفعش هو كده فقير بجد؟ بيقبض 7,000 جنيه، هو كده فقير؟ تخلف. ما هم قالوا لي إن هو يعني العيل بيجي برزق. بيجي هم مين بقى اللي قالوا لك؟ برزقه هو مش رزقك انت لسه ما جبتش رزقك انت. انت عارف جيف بيزوس عنده كام عيل؟ جيف بيزوس ده اللي هو انت ليه بتقارن جيف بيزوس واحد بيقبض 7000؟ صاحب امازون تاني اغنى راجل على الكوكب عنده 4. انت معاك ثروته. انت متخيل انا بتكلم فيه؟ طول ما انت معكش فلوس توفر للعيل حياه كريمه. يعني انا دلوقتي لو واحد دلوقتي عنده 4 عيال لازم يبقى جيف بيزوس مثلا؟ انت مش قد العيال. افهم الموضوع مش بس حتى فلوس. لما تبقى معاك فلوس لازم يبقى عندك وقت تديهولهم، وانت المفروض
المفروض يبقى وقتك كله دلوقتي انك تعمل فلوس. فانت حتى لو معاك فلوس ما ينفعش تجيب 4 عيال انت مش قد انك تديهم وقت تكبرهم وتعلمهم صح. مجتمعنا للاسف بيعلم الناس غلط. معظم الناس بتطلع مش متعلمه كويس عشان معظم الناس العادات والتقاليد مطلعانا بنفكر غلط. طيب هنا عنوان الفيديو يعني ايه بنات. المفروض دكتور مكاوي دلوقتي هيعرفنا يعني ايه بنات. الواقع اللي انا كنت عايشه في مصر حاجه الكومنتس، مع انه في نفس البلد الطبيعي بتاعنا بتاع اي شارع اكيد عنده معارف بنات. انا بلاقي في الكومنتات الموضوع ايه ده؟ ايه الكارثه دي؟ ما ينفعش اصلا راجل يعرف بنات. انا مستغرب ليه كده هتقابلهم في سوق العمل في الجامعه؟ ليه الموضوع عاملين فيه فرق رهيب كده؟ الكلام ده انا بتكلم عنه. وليه مكاوي بيحسسني من كلامه اللي هو سبقنا بمراحل وبص علينا من بعيد دلوقتي. بالنسبه له احنا عايشين في كهف، وبيحاول يبين ان هو جامد يعني في طريقه كلامه وتفكيره. اللي هو لازم يحسسك بحاجه في نقص عندك، انت عندك نقص ده اكيد. علاوي حبيب قلبي ابو حسين، انا خادمكم الصغير، انت عندك نقص بشخصيتك. في بنات في كل حته، ليه الموضوع عاملين؟ طب ما ده الطبيعي ان يبقى في بنات في كل حته. والله احنا مش هنجمعهم في مكان كده ونحبسهم فيه. اهم سلاح في اللبس طبعا. طالما شفت كده لازم ما تفوتش الفيديو ده، لان ده هيفرق في شخصيتك وفي ستايلك وفي لبسك وفي حياتك عموما. سلاح حلو جدا وذكي اللي بيعرف يستخدمه. هنخش على اخر ترند معانا برضو مكمل من السنه اللي فاتت، وهو اللايرنج بتاع الاكسسوارات. كذا سلسله فوق بعض. الناس اللي كانت بتخاف تلبس سلسله او بريسلت السنه دي والسنه اللي فاتت، خد سلاح حلو جدا وذكي اللي بيعرف يستخدمه. ما تتكسفش وما تخافش انك تجرب. تقريبا ما حدش مهتم. فوق الدنيا بتمشي، انا بحاول اساعدك ما تبقاش اهبل. وبخصوص بقى الناس حبايبي اللي بيقعدوا يقولوا كام انت معكش فلوس، العربيات دي كلها ايجار. الحياه دي حقيقه على فكره، العربيات كلها ايجار. اللي انت عايشها دي فيستك السلبيه دي مش هتوديك اي حته. انا واحد عايش حياتي بعمل اللي انا عايزه، بوريك وبحاول اساعدك انك تعمل زيي، وانت برضه عمال تريح نفسك بحاجات عبيطه. فوق الدنيا بتمشي، انا بحاول اساعدك ما تبقاش اهبل. ولو مصمم. طب انت ليه بتشتم بقى؟ انت ليه بتشتم؟ حرفيا تاخر لو ما استعملتش الحوار ده بصراحه. خليك في اول الفيديو على طول اللي انت غبي وما بتفهمش لو ما عملتش اللي هو عمله. لو انت سمعت كلامه يبقى انت بجد بقى عبيط. انا ماشي. 3 حاجات لو قلتهم للبنت هتحطك في الفري زون. كنت بفكر اعزمك على عشاء الاسبوع ده. انا عندي مشكله معاه، بس انت ليه بتحط ترجمه على فيديوهاتك؟ والله احنا سامعين وبنفهم عربي زينا زيك، والله عادي. هو انت فاضيه؟ هشوف. دي يوم الجمعه هعدي عليك اعزمك على عشاء. تجيب معايا ساره صاحبتي وانا جايه. وماله؟ ماشي مفيش مشكله. لا بلاش، خليها المره الجايه. عايزه لو سمحت تدفع كام ايجار؟ ايجار؟ انا شايل هنا في حاجه صغيره. ايجار ايه يا عم؟ انت هتهزر معايا؟ بيت مكاوي ب 20 مليون. ما انا عايز اعرف العمر 20 مليون ايه بالظبط؟ صغيره ب 20 مليون. طب ممكن اخد جوله داخل؟ لا مش حاجه صغيره يعني ب 20 مليون يعني يا جدع. ده كلام فاضي بالنسبه لي. فاضي زي ما شايف. انا عارف. شوف يلا مفيش مشاكل، يلا بينا. الباب اكبر من حياتي كلها، ماليش خلق افتحه، بيفتح لوحده. فاهمني؟ مش طالبه معايا اتعب نفسي في الحاجات دي. جامد. تعرفني ما بحبش الخنقه في الدنيا تبقى واسعه. تمام؟ ده طبعا كل اللي انت شايفه ده حاجات توب كلاس جولد في كل حته. وده مش ليا، ده ضيوف. انا مش عايش هنا اصلا. شايف كل ده؟ انا مش عايش هنا اصلا. ده انا شاري البيت كله للضيوف. مش عايش هنا اصلا، انا عايش فوق 6 اوض، بنام كل يوم في اوضه. 6 اوض كل يوم في اوضه عشان يحلل ال 20 مليون. نفسي اعرف 20 مليون ايه بالظبط. اوريك المطبخ بس قبل ما اطلع فوق. تعرفني بحب الاسود، كله اسود في اسود. وطبعا عشان الفلوس كتير المطبخ مش مطبخ واحد، مطبخين في بعض. انت عارفني بتخلق بسرعه فلازم ازود المطابخ. يعني خدها قاعده، كل ما تزهق زود مطابخ. مش عايز تعالى نطلع باسانسير النهارده تعبان. ده الماستر روم بتاعتي. تعرفني بحب الحاجات الفانسي بزياده. تمام؟ بنام هنا زي ما انت عارف. بحب دايما ابص على فيو وانا نايم. لازم تشوف الحمام عشان انت عارفني ليا برضو شغل معين في الحاجات دي. لازم لاكجري استحمى وانا مبسوط. كل حاجه طبعا عندي منها 2، الفلوس كتير. حتى الفوط عندي 3. طيب زي ما انتم شايفين ده مكاوي وده محتواه، فلو انت بتتابعه روح استحمى. بهزر، لو انت بتتابع مكاوي بجد انت فيك حاجه غلط.